السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب يعجبكم الفيديو. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انا دلوقتي بصور الفيديو في الطبيعة، في الريف المصري، في الخضرة الجميلة. انا كده طلعت بره البيت وقلت اقعد افضفض معاكم شويه. يا رب يعجبكم الفيديو. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. النهارده يا حبيبي هنتكلم عن وفاة الحاج جابر الله يرحمه واولاده، وعدم ظهور حمدي ووفاء اللي في الفترة اللي فاتت ديت. احنا كلنا زعلانين منهم جدا بسبب خلع وفاء الحجاب، هي وندى بنتها، وعدم حضورهم أثناء الحاج جابر ما كان موجود في المستشفى. الله يرحمه. أسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة. هو الآن يسأل. ادعوا له بالرحمة والمغفرة، وربنا يصبر أولاده. ففعلا احنا زعلانين جدا 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 من حمدي، لأنه ما نزلش يشوف والده وهو تعبان وهو في العناية المركزة وكان في أيامه الأخيرة. ووفاء بعد ما راحت عملت عمرة وهي وأولادها وكانت مسك كانت في حالة خطرة، وراحت عملت عمرة وراحت عند الكعبة ودعت لربنا ان ربنا ينجيها من وهي في بطنها، عشان كانت هي بيقولوا كانت تعبانة جدا ويمكن تكون معاقة ولا فيها اي شيء تاني. وفجأة نبص نلاقيها آه، خلعت الحجاب هي وندى، وبقوا يصوروا فيديوهات وهي خلع الحجاب. والحاج جابر كان تعبان وفي حالة سيئة جدا جدا جدا، وكان في أيامه الأخيرة. وطبعا الخلافات اللي كانت بين آه، محمد وآلاء وحمد ووفاء وحسن ونهاد. دلوقتي حسن راح صالح حمدي، اسفة سوري. دلوقتي حسن راح صالح محمد وآلاء ورجعوا مصر وعاشوا في مصر وقعدوا مع الحاج جابر الله يرحمه، ورجعوا أسرة جميلة تاني زي زمان، زي ما كنا بنتفرج عليهم وكنا مبسوطين بالتجمع العائلي بتاعهم، وان هم كلهم أسرة واحدة وان هم ايد واحدة وان هم بيحبوا بعض وملهمش دعوة بأي انتقادات اي حاجة. لكن الفترة اللي فاتت فعلا احنا استقنا جدا من اللي حمد ووفاء بيعملوه. ودلوقتي محمود وسحر ومحمد وآلاء وحسن ونهاد بقوا أسرة فعلا تستحق التشجيع وتستحق المشاهدة. وأنا بنبسط جدا بسمعاني فيديوهاتهم. وحسن الفترة اللي فاتت دي كان تعبان جدا جدا ومن مستشفيات لمحاليل قبل وفاة الحاج جابر الله يرحمه. ومحمد رجع تاني في مصر ورجع يشتغل تاني، وآلاء بدأت تتحسن. والحاج جابر طلع من المستشفى وقعد شوية مع أولاده ورجع تاني المستشفى. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مثواه الجنة. وفرحانين جدا 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 برجوع أولاد أبو زياد وأم زياد لبعض، وبدأ أبو زياد يشوف أولاده وأولاده بدأت تشوفه، بدأوا يعملوا فيديوهات تاني مع بعض. ورجعت أسرة ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش اي حوارات، ما فيهاش اي حاجه، بفضل الحاج جابر الله يرحمه، ان هو كان في ايامه الاخيره وان هو كان في المستشفى وفي العنايه المركزه. طلب من محمود ان هو يرجع اولاد ابو زياد ليه، وانه ابو زياد يشوف اولاده واولاده تشوفه. والحاجه سعديه ربنا يصبرها يا رب على فراق الحاج جابر. بدأوا أولاد أبو زياد يرجعوا تاني وأسرة مع بعض ويحبوا بعض. وزياد ما شاء الله عليه ربنا يحميه يا رب، بقى راجل سند وظهر لإخواته، وربنا يساعدهم يا رب ودايما يكونوا دعم لبعض وواقفين في ظهر بعض ويرجعوا تاني. وأتمنى منك يا حمدي أنت وفاء ترجعوا لينا تاني بالفيديوهات اللي احنا كنا بنحبها
تحبوا نتفرجوا عليها وترجعوا تاني بالشخصية اللي احنا شفناكم عليها، وتحبوا الناس وترجعوا للأهل تاني، لأنكم فعلا كنتوا عيلة محبوبة جدا، وكنا بنحب نتفرج على فيديوهاتكم، وكنا بناخدوا منكم النصيحة، والفيديوهات بتاعتكم كانت ترفيهية جدا لنا ومبسوطين منها جدا. لكن الفترة اللي فاتت معلش احنا زعلانين منكم بسبب خلع وفاء الحجاب هي وندى، وبسبب عدم حضورك للحاج جابر في مرضه. أتمنى منكم يا الدعم للقناة وأنا دلوقتي بدأت أظهر في القناة وبدأت أتكلم أنا بشخصي، وأتمنى منكم الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان نوصل لكم مننا كل جديد. وأنا دلوقتي بصور لكم في الطبيعة والريف المصري بتاعنا اهو، الأراضي اهوت. أنا كده في الأرض، شايفين الخضرة وشايفين الجمال وشايفين الحلاوة. يا رب يعجبكم فيديوهاتنا وتشجعونا وتدعمونا، لأن فعلا أنا عاملة القناة دي مصدر رزق لي أنا وعيالي، وبساعد بيها جوزي. ربنا يسعدكم يا رب. أتمنى منكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.